السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل البرسيل جيلي. قبل ما نبدأ يا ريت لو عجبك الفيديو تعملي لايك وشير واشتركي في القناة وفعلي زر عشان يوصلك مني كل جديد. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجة هنحتاجها في البرسيل هنعمل التكسابون. التكسابون ده سهل جدا وبسيط خالص. هو عبارة التكسابون المنزلي مش الصناعي. هو عبارة عن نشا وبطاس. هنقلب الاول النشا. حطينا 4 معالق من النشا. الكمية اللي انا هعملها دي طلعت لي 7 لتر من البرسيل جيلي. حطيت 4 معالق كبار كده مليانين من النشا. حطيت عليهم حبة مية وقلبتهم كويس وسبتهم على جنب. هنجيب كوباية فيها حبة مية وهنحط فيها معلقتين من البطاطس او الدبوشار او حجر تسليك المجاري او القطرونة في الدول العربية. هنقلب البطاطس كويس. لازم ندوبه كويس ومش لازم خالص ان هو يبرد. يعني اول ما هنخلصه هنحطه على النشا على طول. تقليبه تاني للنشا. بصي مسكت النشا على طول زي كأنك كنت حطاها على النار ومسكت. تبقى جامده. عايزه هو شويه كده بقى هنحاول نحلها حبه حبه. تحطيش ميه كتير عشان خاطر ما يحلش منك او يفصل منك او اي حاجه. حبه حبه وقلبي. احط حبه ميه واقلب. اول ما يفك اروح حاطه حبه ميه تاني وكده. ممكن تعمليها بالهاند بريندر، ممكن تعمليها بالمضرب الكهربائي في الخلاط براحتك. دي بقى كوبايه من ميه الليمون اللي كنا عملتها معاكم قبل كده. هي عباره عن قشر ليمون وقشر برتقال غليتهم مع بعض وصفيتهم وحطيتهم في الازازه دي لحين الاستخدام. خدت منهم كوبايه. طبعا ده مفيد جدا في النظافه والكلام ده. دي كوبايه من الصابون السائل. هتحطي وتقلبي. ودي كوبايه من كلوركس الالوان اللي عملناها مع بعضينا في الفيديو اللي قبل ده على طول. هو هينزل تقريبا يا قبله يا بعده بس انا هنزلهم ورا بعض ان شاء الله. هنا بقى دي العجينه السحريه اللي عملناها مع بعض قبل كده. فاكرينها؟ هاخد منها كوبايتين عشان النهارده انا عايزه اعمل كميه اكبر من كل مره من اللي بعملها كل مره. قلبيها. لما حطيتها على الخليط اللي انا عاملاه تقلته كمان اكتر. العجينه دي هي عجينه سحريه، هو اسم على مسمى يعني تنفعك في كل حاجه. جبت كوبايه حطيت فيها معلقه من الكربوناتو وقلبتها. تنزلي عليهم. كانت معلقتين من الكربوناتو. هنا دي الزهره البيضه برضو معلقتين. هنحط عليها حبه ميه. واي حاجه هتحطيها تحطيها وتقلبي. برضو الكربوناتو والزهره البيضه. الزهره البيضه هي الكريستو. برضو تقلوا الخليط. خلوه تقيل كده اهوت. البتاعه دي مش هتكفيني. هنجيب حاجه تانية ونحطها ونكمل ميه. ده دنكار. كنت هحط نص بعدين زودتها وخليتها معلقه كامله. برضو بحبه ميه في كوبايه واقلب واحط. دنكار ماده حافظه
تحافظ لك عليه لو قعد عندك فترة طويلة يعني. بصي التقيل ازاي، بصي التقيل عامل ازاي، بيتقرص كده. انا هجيب حاجة اكبر ونحطها فيه عشان اخففه شوية. ونحط حبة مية واقلب لغاية لما اخد القوام اللي انا عايزاه. شفتي كل شويه احط ميه واقلب ميه واقلب لغايه لما اخد القوام اللي انا عايزاه. متحطيش ميه كتير مره واحده، حبه حبه وقلبي عشان خاطر ما يفسدش منك. كده عملت 7 لتر من البرسيل الجل. بصي بقى القوام دلوقتي عامل ازاي، برضو تقيل بس انا هسيبه كده عشان ما ياخدش اماكن كتير في الازايز يعني. دلوقتي اوريكي الرغوه بتاعته عامله ازاي. بصي حبه حبه صغيرين خالص، حبه لا يسكروا يعني. بصي عمل رغوه قد ايه. كده خلص الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. ما تنسونيش في اللايك وتعليق حلو بصلاة على النبي. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.